بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر ما يؤلم نفس الإنسان هو أن يعيش حياتين، أن يعيش عالمين، أن يعيش بوجهين مختلفين متباينين، ما بين العلن وما بين الخفاء، ما بين عالم الستر وعالم العلانية والظهور. هنالك تجلي للإنسان وتألق وارتفاع في حياته، ويمجد به الأناس ويمجد به العالم ويشار إليه بالبنان، وقد يكون ذا شأن رفيع في عالمه وفي مجتمعه وفي أيام حياته، ولكن هو في داخله يعيش عالما آخر غير الذي يبرزه للناس، غير الذي يظهره للعلن، غير الذي يعرفه الآخرون. وهذا ما يؤرقه ويضغط على ضميره، وقد يكون الضمير ينحت فيه من الداخل، أو يهمش أو يهشم نفسيته، أو ينهش من أحشائه، فيشعر بأن ضميره وصوت الضمير الذي هو بداخله يقول له: أنت لا تستحق، وأنت لست ما تظهر عليه الناس، فأنت منافق، وأنت كذاب، وأنت كذاب. فيعيش الصراع بأن يصمت ذلك الصوت. بالطبع أتذكر عندما كنت صغير في إحدى المساجد بيوت الله، ذهبت إلى الصلاة، صلاة الجمعة، وكانت هي في الواقع جماعة، وأثناء القنوت رفع الإمام كفيه إلى السماء ينادي ربه وهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وضيق الصدر وهم الفقر وعذاب القبر وجور البر والبحر وأهوال الطامة وعجائب يوم القيامة. يا جميل الستر، سترك الذي لا ينكشف بمنك وجودك وكرمك. فكانت هذه الكلمات الأخيرة أكثر ما هزتني من الأعماق، وجعلت عندي انبعاث تجاه هذا العالم، عالم الستر، ستر الله المرخى على الإنسان. لا يتحرك في الواقع الإنسان إلا من خلال الستر. الله سبحانه وتعالى ستار العيوب وهو علام الغيوب، بمعنى أننا كل لحظة قد نواجه الناس ويختلف ظاهرنا عن باطننا، ولكن يقول الإنسان لله عز وجل: أنت الذي سترت، أنت الذي عفوت، أنت الذي رحمت. فلولا هذا الستر، فلولا هذا الرخاء من الله سبحانه وتعالى وهذه النعم، لكنا قد هتكت أعراضنا وهتكت سرائرنا وظهرنا على ما نحن عليه. فلا بد أن تشيع في الناس والمجتمع ثقافة الستر. نعم، نحن ندعو إلى الحجاب وندعو إلى الالتزام بغطاء الرأس والبدن، ولكن الذي يهمنا أكثر والذي ندعو إليه أن تشيع ثقافة الستر، ستر الإنسان على نفسه وستر الإنسان على أخيه. ثقافة الستر
والتساتر والتغاضي على ما نرى. فإن شاعت ثقافة الستر، شاعت المودة والمحبة والاطمئنان، وكذلك الاستقرار النفسي. كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تكن وليا لله في العلن وعدوا له في الخفاء. هكذا تكون الانفصال بين واقع الدنيا، واقع الظاهر الذي يظهر للناس، والذي نخفيه عن الناس، والذي يتتبع عورات الناس، والذي يتتبع مساوئ الناس، كما قال أمير المؤمنين: فقد نحلهم عرضه. لأنك إذا بحثت عن ما يسيء الناس ويشين الناس حتى تغطي على أخطائك، فإنما أنت في الواقع تزيد من ألمك، كما يفعل السارق عندما يسرق وهو ينادي: هنالك سارق، هنالك لص، هنالك حرامي. فلذلك هذا الصراخ وهذا النداء وهذا الإشارة للأمام والجري نحو البحث عن السارق وهو السارق لن يغير من واقع حاله، لن يغير من ضميره الذي سيؤنبه. إن ثقافة الستر، إن ثقافة التعاطي بالستر هي ما ترفع الإنسان للأعلى. كما نقرأ في الأوراد، سواء كانت في المناجاة الشعبانية التي يذكر فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو يقول لله: لقد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج لسترك علي في الآخرة، فلا تفضحني على رؤوس الأشهاد. واقعا بعض الروايات مخيفة، قد يدخل الإنسان للجنة بعدما يفضح وبعدما تظهر سرائره، يوم تبلى السرائر. وعندما يقول الإنسان في دعاء كميل: وبرحمتك سترته وبفضلك أخفيته، وقد أطلعت الملائكة والكرام الكاتبين والأرض كلها على خطاياي، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. إذن استقرارك وثبات النفسية هي أن تكون السر كالعلانية، والعلانية كالسر لا يخفى، فلتتوافق بين ما تظهره للناس وما تطلع عليه من نفسك. كما تقول وتقول الآيات وتذكر الآيات ونقول في الرواية في الأوراد الشريفة: يا ستار العيوب، يا علام الغيوب، إلهي لم أعصك حين عصيتك، وأنا بربوبيتك مستخف، ولا بعقابك منكر، ولكن خطيئة أزالت قدمي، وقد غرني سترك المرخى علي. هكذا هو ستر الله عز وجل، ذو أناة لا يعجل. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا ويغفر لنا، وأن يديم ستره المرخى علينا، ونسألكم الدعاء.